السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم ضمن تحضيرات رمضان بعض المملحات اللي غادي هكا ممكن اننا نجمدوها بحشوات اللي هي مختلفه. ان شاء الله يا ربي يعجبكم وسهلين وبساطين. وغادي ندير معكم واحد الحشوه بدون لحوم كتجي غزاله بزاف. نتمنى هذا الفيديو داينا الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه وما تنساوش واحد لايك الفيديو. اكيد الناس اللي عجبهم الفيديو اللي عجبته القناه ما ينساش يشترك فيها ويفعل الجرس باش هكا دائما توصل بكل جديد. فاول حشوه غادي نحتاج هنايا البصل، غادي نحتاج هنايا خيزو محكوك حكيتو انا في الحكاكه الرقيقه، وغادي نحتاج نص اولا الربع ديال هكا الكروم خديتو وحكيتو، اولا ممكن انكم تطحنوه في هذيك الهشوار. خديت هنايا مقيله غادي ندير فيها الزيت ومن بعد غادي نضيف ليها البصل ديالي وغادي نخليه كيتشحر مزيان حتى كتهبط هاد الحشوه هذه، اولا هاد البصل هذا حتى كينزل ليا مزيان كيتشحر. ومن بعد غادي نضيف له واحد شويه ديال الملحه. فانا حاولت ما امكن اني نسرع معكم الفيديو هكا يكونوا المراحل كامله باينه وواضحه. هنايا غادي ناخذ الثوم، هاد الثوم هذه هي اللي كنخدم بها، كنت فايت لي شاركتها معكم ضمن تحضيرات رمضان. الثوم هكا في الفران كتجي غزاله البنات، جربوها. وهنايا من بعد غادي نضيف الكروم وغادي نبقى نحرك مزيان حتى كينزل حتى هو الكروم هذا. بالنسبه لهاد الحشوه هذه غادي نشحرها، كنت شاركت معكم نفس تقريبا نفس الحشوه في هكا في رغيفات معمرين في الفران، حتى هما كيجيو غزالين البنات بدون لحوم، كتجي رائعه. ضفت هنايا معلقه صغيره كيف ما شفتوا معايا ديال السكينجبير، ضفت هنايا الكمون الابزار والتحميره. بالنسبه للتوابل الكميه هنايا قزبر حبوب مطحون. بالنسبه للتوابل كيف ما قلت لكم والكميه كتبقى على حسب الكميه اللي درتو ديال الخضر. هنايا درت واحد رشيشه ديال المروزيه اولا هكا راس الحانوت هكا ديال اللحم كنستعملو انايا وصافي. وضفت هنايا خيزو وبقيت كنشحر في هاد المكونات مزيان. وغادي ندير قزبر معدنوس، غادي ندير شويه ديال الحار، انا كندير هنايا السودانيه كناخدها هكا من عند مول الزيتون وكنديرها في هاد القريعه هادي كنستعملها. صافي غادي نبقى نشحر في هاد المكونات مزيان مزيان حتى كينزلوا. ومن بعد حيدت هذاك الخضر وغادي ناخذ مقيله غادي ندير فيها شويه الزيت شويه ديال الكروفيت. بالنسبه للكروفيت هنايا خديت 250 غرام تقريبا. من كتحيدوا لي القشور كتولي 125 غرام، راكم عارفين نص الكميه كيمشي مع القشور. صافي هنايا غادي ناخذو غادي نشحرو حتى هو مع شويه د الملحه على عافيه تكون مجهده باش هكا ما كيطلقش النار. غادي نشحرو هكا مع التوابل ديال السمك مزيان. انا هنايا ما ضفتش هكا زيت بزاف حيت ديجا كنت درت الزيت وهكا باش ما تطلقش ليا الماء ديالو الكروفيت، فانا جهدت على النار. صافي من بعد ما تشحر ضفت هاد الخضر كامله، ضفت هنايا صلصه صوجا، ضفت هكا زدت واحد شويه د الملحه وزدت هكا توابل ديال السمك اولا قشور ديال الكروفيت. صراحه انا درت القشور درت توابل ديال السمك قبل ما نوجد القشور ديال الكروفيت. انا ديجا ما كيخطانيش دائما عندي، غير هاد المره هذه سالا ليا. ديجا كنت درت معكم وصفات بيه كيجي غزاله البنات رائع بزاف، هو كيعطي المذاق اكثر من الكروفيت. ممكن انكم ديروا غير بالخضر وديروا قشور ديال الكروفيت كيف ما وجدت معكم سيمينات شي عامين هذه وقيله ولا 3 سنين، فكيجيو رائعين. كيف ما شفتوا معايا درت عصره ديال الحامض درت الحامض مصير وصافي وهكا خلطت مزيان. وغادي ندوز للحشوه الثانيه. بالنسبه للحشوه الثانيه درت هنايا مقيله درت فيها شويه الزيت شويه الزبده وغادي ندير فيها لي زيبيناغ بعد ما غسلتهم ونقيتهم مزيان. بقيت كنضيف هكا بلي زيبيناغ بشويه بشويه، ما نضيفوش الكميه كامله دفعه واحده باش هكا ما كيكحالوش لينا. وصافي وكنبقى نقلي فيهم مزيان حتى كيتشحروا على عافيه تكون مجهده. نضيف شويه د الملحه شويه ديال الابزار ومن بعد ما هكا كنبقى نقلي فيهم مزيان كيف ما شفتوا معايا. فكنبقى نضيف بشويه بشويه لي زيبيناغ، ما كنديرش كلشي دفعه واحده باش هكا ما كيكحالوش لينا. انا هنايا واخا تشوفوا شويه خضر شويه كحل، المهم هادو كانوا عندي في المجمد حتى هما زدت منهم. صافي بعد ما تشحروا لي لي زيبيناغ مزيان فضفت لهم داك 2 معالق ديال الفرomage ومن بعد بديت كنحرك حتى تعلكت لي الحشوه. صافي وغادي نحيدها وندوز للحشوه الثالثه. بالنسبه للحشوه الثالثه احتاجيت هنايا صدر ديال الدجاج 500 غرام ديال صدر ديال الدجاج. صافي درت مقيله هنايا درت فيها شويه الزيت نفس المقله درت فيها شويه الزيت ومن بعد خديت الدجاج ديالي وبديت كنشحر فيه. غادي نضيف الملحه غادي نضيف الابزار وغادي نضيف غادي نزيد شويه ديال السكينجبير
وصافي وغادي نغطيه عليه حتى كيطلق الماء ديالو مزيان وكيطيب في هذاك الماء ديالو. من بعد كنعري عليه وكنزيد عليه هنايا كميه ديال الزعتر، وغادي نزيد ليه نص كاس ديال الحليب. هنايا ما تصوراتش ليا البنات، ولكن انا راه ضفت نص كاس ديال الحليب، وغادي نخليه حتى كيتعلك معاه مزيان وكيتشرب ليا داك الحليب. مهم هنايا غنخليه حتى كيتشرب هذا الماء هذا، وعاد من بعد غادي نضيف ليه الحليب ونخليه حتى كيتعلك. خديته البنات خليته حتى برد، ومن بعد فرتته بهذا الشكل هذا اللي كنت وجدت شويه ديال البصله وشويه ديال الحامض مسير، وغادي نخلطهم مزيان كيف ما شفتوا معايا. انا هنايا خليت الدجاج حتى برد. بالنسبه لهذاك الحليب كيعلك وكيعطي واحد المذاق غزال البنات. مهم انا كيف ما قلت لكم كان التليفون عمر ليا ما لقيتش كيفاش ندير نصور. خديت واحد المعلقه كبيره ديال الفرماج كيف ما شفتوا معايا، هاد البواطه هذه ديال بي اللي كنت خديت وصافي. ومن بعد زدت هنايا فرماج حمر. من الاحسن هنايا فرماج حمر ديروا تقريبا 100 غرام ديال الفرماج حمر، كتعطي واحد المذاق غزال، وكيف ما كتشوفوا كتجي الحشوه معلكه بزاف. صافي هنايا وجدت الحشوه ديالي خليتهم حتى يبردوا. غادي ندوز للورقه. بالنسبه للورقه انا خديت الورقه الكبيره، غادي نقسم النص ديال الكميه غادي نخدم بها نقسمها على 4، ومن بعد غادي نبدا نضيف الحشوه ديالي الاولى اللي كنت وجدت معكم. هنايا غنبدا باول حشوه كيف ما شفتوا معايا. حطيت الحشوه ديالي في الوسط. انا هنايا ما كانش ساعدني نهائيا التليفون، كان كيطفى ليا حيت هكا عمر ليا الميموار. مهم هنايا لي سيجار طريقه واضحه وسهله بزاف. كناخذ الحشوه ديالي كيف ما شفتوا كنرولي بهذا الشكل، كنرد هذاك الجوانب وصافي كنبقى نرولي بهذه الطريقه هذه. الا بانوا ليا هذاك هكا غادي تبان ليا داك الوريقه بهذا الشكل هذا، فكنحيدها كنقطعها اولا كنردها كيف ما غادي تشوفوا معايا دابا. كنردها هكا باش كتبقى ليا في السيجار ديالي كيف ما شفتوا، وكتجي مقرمشه. غير دهنوا الورقه بالزيت فكتجي غزاله البنات. انا ما غاديش نقليهم نهائيا ان شاء الله. كندير دائما كل شيء هكا في الفران كندهن الورقه بالزيت. ضروري من ان الورقه تشبعوها هكا بالزيت، غير ما تكثرش بزاف ليدام صافي. ومن بعد كندير كل شيء في الفران. هنايا الحشوه الثانيه كيف ما شفتوا ديال لي زيبينا، خديت هكا الورقه بنفس الطريقه وغادي نشكل محينشات بهذه الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. انايا هنايا الورقه قطعتها بهذيك الطريقه اللي كنت قطعت الاولى، غير هي خديتها هكا خليتها شويه كبيره وصافي قطعت لها داك الراس الفوقاني، ومن بعد بديت كنرولي بهذه الطريقه اللي موضحه معكم في الفيديو. كنحطهم هكا باش كيبقاو مزيرين ومقادين. ما نزيروش بزاف يدينا فاش كنكونوا كندوروا، غير هي باش تسد ليا حيت انا ما سديت لا ببياض البيض لا بالعجين ما استعملتوش. غادي نخليهم حتى ينشفوا. والورقه الصغيره انا خديت نص كيلو كفاني في هذوك جوج حشوات، وثانيه زدت باش غادي نكمل هادو ديال البريوات كيف ما شفتوا معايا. كيف ما قلت لكم راه التليفون ما خلانيش نهائيا وما ساعدنيش انني نصور معكم. الشكل ديال البريوات هو هذا. خديت الورقه الصغيره قسمتها على جوج، ومن بعد طويت هذاك الجنب، عمرت الحشوه ديالي وصافي وبديت كنطوي. هنايا كيف ما شفتوا معايا الا كان بان لينا شي زائد هكا كنحيدو كندخلو هكا في هذاك المثلث، اولا كنحيدو كنقطعو بالمقص. وهذا هو الشكل ديال البريوات ديالي. كنحاول هكا نقادهم حيت الحشوه عندي بارده، وكنبدا هكا كنحط في لي سيجار ديالي. ومن بعد كنفرق هكا بالبلاستيك الغذائي. ضروري من اننا نفرقوا بالبلاستيك الغذائي، وكنبقاو نحطوا طبقه فوق طبقه طبقه فوق طبقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. بالنسبه للكميه اللي كنبغيوها كنجبدوا فاش كنفرقوا بالبلاستيك كتجينا ساهله. كنهزوا الكميه الاولى، كنكونوا كنشعلوا الفران كيكون سخون. ضروري من ان الفران يكون سخون مزيان. ومن بعد كنستفوا كنجبدوا من المجمد نيشه للطاوه، كندهنوهم هكا بشويه ديال الزويته مع شويه صلصه الصوجا، اولا هكا غير زيت بوحده. انا كندهنها بزيت بوحده كيجيو محمرين غزالين مقرمشين صافي. ومن بعد كنخشيهم هكا في الفران وكنجبدوهم كيجيو محمرين مقرمشين غزالين البنات، كيجيو رائعين. نتمنى هذا الفيديو هذا الاعجاب ديالكم. نتمنى هاد التحضيرات هادو صراحه كنت درتهم قبل من رمضان، ولكن ما ساعدنيش الوقت. كانت عندنا هكا 40 ديال خويا الله يرحمه ويستر عليه ويرحم جميع الموتى يا ربي في هذا النهار هذا المبارك. الله يجعلها لهم ان شاء الله يا ربي صدقه مقبوله وبمغفره الذنوب يا ربي لجميع الامه الاسلاميه، ورمضان مبارك سعيد بصحه وسلامه وكل متمنيات. شكرا لكم بزاف على المتابعه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.
فانا غادي نكمل الكميه كامله بنفس الطريقه حتى نشكل هكا البريوات ديالي كاملين ديال الدجاج. وكيف ما شفتوا معايا هنايا هادو المحينشات ديال لي زيبينار وسيجار درتهم هكا ديال الخضر وهكا معاهم الكروفيت. بالنسبه للكميه اللي عطاتني هي هذه كيف ما شفتوا غادي نخليها حتى كتنشف مزيان. بالنسبه للسر ديال ان هكا كيف ما كنقولوا المملحات اللي كتكون هكا مصاوبه بالورقه، السر ديالها باش هكا تجيكم مقرمشه وزوينه انكم تخليو الورقه تنشف مزيان، دهنوها بزيت وتخليوها حتى كتنشف وعاد من بعد طيبوها. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ كذلك غتخليوها حتى كتنشف مزيان. ممكن ديروا ليها نص طيبه تدخلوها الفران وديروا لها غير نص طيبه غير كتجمع داك الورقه وكتجمع صافي. من بعد كتخرجوها وكتبقاو هكا تستفوا في البواطه. اولا ديروا الطريقه اللي درت انا دابا، خليتهم حتى نشفوا مزيان ومن بعد خديت هكا البواطات كنفرش هكا بلاستيك غذائي